ما تيجي النهارده اقولك ازاي تعملي الفول بطريقه سهله وبسيطه جدا. وبصي بقى بدون تعقيدات ولا كلاكيع، هتطلعي طبق فول كده مش قادره اوصفلك جماله وحلاوته. قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا السهله البسيطه. انا هنا معايا نص كيلو من الفول، كنت نقعاه من قبليها بليله. حطيت عليهم حوالي تمن من العدس، بس كده العدس الاصفر. طبعا كل الحاجات دي مغسوله كويس جدا، وجزرتين مبشورين وفصين توم ونص ليمونه. شايفين المقادير قد ايه سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسه. هزود بقى الفول بتاعي ده كده ميه شويه كتار، وهولع عليه النار وهدي عليه. اول لما يغلي هدي عليه النار كده شمعيه لحد ما يستوي معانا زي ما احنا شايفين كده. هضيف عليه معلقه من الكركم واقلبه كويس. مش قادره اوصف لكم بجد قد ايه الفول بقى زبده. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه. جبت بقى الهاند بلندر بتاع اختي، كان لسه عندي لازم استغله. ايوه امال ايه، ان شاء الله هجيب واحد لان بصراحه عجبني جدا ما شاء الله. ربنا يبارك لها فيه، بيسهل عليكي كتير قوي بقى، ولا خلاط ولا الكلام ده كله. هبدا بقى كده